أن الحديث عن صبر الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام يجب أن يتم في محاور. من جملة هذه المحاور المحور الثاني أن الزهراء عليه السلام صبرت وهي ترى أمير المؤمنين عليهما السلام يظلم وهو مأمور بالصبر. أعظم مناقب أمير المؤمنين على الإطلاق ليست عبارة عن يوم الخندق قتله لعمرو بن ود، ولا باب خيبر الذي عجز عن تحريكه 22 شخص أكف 40 وأربع ولم يستطع أن يحركه. الشيخ المفيد يقول هذا، لم يستطع أن يحرك باب خيبر إلا 72 شخص. ابن أبي الحديد بيقول عجزت عن هزه أكف 40 وأربع، عن هزه عجزت أكف 40 وأربع، يعني 22 شخص هؤلاء ما قدروا يحركوه. بس قديش هن اللي حركوه؟ الشيخ المفيد بيقول 72 شخص. أعظم مناقب الأمير عليه السلام أنه صبر يوم الدار لأنه كان مأمورا بالصبر. من جملة ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الزهراء عليه السلام دخلت إلى المسجد النبوي في اليوم العاشر بعد وفاة رسول الله، يعني بعد وفاة رسول الله ب10 أيام، وألقت خطبتها الإلهية الوثيقة العظيمة التي تشكل المقياس والمنهج للأجيال. ثم بعد الخطبة توجهت بالنداء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الخطبة مر الحديث عنها، الأبيات التي خاطبت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيات بعضها مشهور أيضا، تقدم حديث بالتفصيل عنها: قد كان بعدك أنباء وأنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر النوب أو الخطب وما شابه. ثم بحسب التسلسل الأمر الثالث الذي صدر من الزهراء عليه السلام رجوعها إلى البيت، وأمير المؤمنين ينتظر رجوعها وما دار بينهما من حديث. والأمر الرابع حديثها مع نساء المهاجرين والأنصار. أقف هنا عند حديثها مع أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما رجعت إلى البيت. إذا الحديث خطبة مختصرة من الزهراء خاطبت بها أمير المؤمنين سلام الله عليه. للأسف الشديد ومن أوجه مظلومية أمير المؤمنين والزهراء أن الكثيرين يفسرون هذه الخطبة على أساس أن الزهراء تؤنب، توبخ، تعنف، كما في بعض الكتب تعنف علي بن أبي طالب، توبخ علي بن أبي طالب. وبأي دليل؟ هناك تفسير خاطئ لهذه الخطبة. الخطبة فيها أمثلة، الأمثلة تقال واحد مثلا بيقول مثلا أضعت حدك يوم أضرعت خدك مثلا، مثل يقال، ما له علاقة بأنه تقول للأمير هذا الكلام، عم تستشهد بأن حالته تدل على هذه الحالة. هذه الخطبة بالتدقيق عندما وسأقرأها الآن وأفسر ذلك هي عبارة عن تفجع الزهراء لغربة أمير المؤمنين. هي ترثي لحال أبي الحسن وتتفجع لمظلوميته لأنه مأمور بالصبر، فسرت تفسيرا مناقضا بكل معنى الكلمة. قبل أن أذكر الخطبة وأذكر بعض الخصوصيات في العبائر والأمثال
أقف سريعا عند مقدمتين. المقدمة الأولى: لماذا أمر علي عليه السلام وأهل البيت بترك الحرب بالسيف؟ لماذا لم يحارب علي عليه السلام؟ لماذا أمر بالصبر فحصل ما حصل؟ المقدمة الثانية: كيف تحدثت الزهراء عليه السلام عن أمير المؤمنين في الخطبة بالمسجد النبوي وبحديثها مع نساء المهاجرين والأنصار، حتى نجي للنص اللي مع الكلام مع الأمير عليه السلام ونرى أن هذا النص لا يمكن أن ينسجم مع سائر كلامها عن أمير المؤمنين إلا إذا كان تفجعا لحاله عليه السلام. المقدمة الأولى: لماذا لم يحارب أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الأمير هو يتحدث عن هذه المرحلة. الأمير يقول في كتاب شرح نهج البلاغة، وردت هذه الخطبة الجزء 20 صفحة 299: كل موالي، كل مؤمن، كل محمد صادق ينبغي أن يقرأ هذا النص ويقف عنده كثيرا. نص طويل، أذكر فقرة منه: ولولا أن قريشا جعلت اسمه، اسم النبي صلى الله عليه وآله، ذريعة إلى الرئاسة وسلما إلى العز والإمرة لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا. إذن الجماعة كان هدفهم السلطة، فإذا لم يحصلوا على السلطة سوف لن يبقى الإسلام، سيعلنون الارتداد ولا تبقى للإسلام قائم. يجري على الإسلام، على القرآن، ما جرى على التوراة والإنجيل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر الأمة، هذا مجمع عليه بين الشيعة والسنة، أنه يجري على هذه الأمة ما جرى على الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة. شو هي القذة؟ مثلا الفرشية فيها شعر كثير، مش هيك؟ هذا الشعر اسمه قذذ باللغة العربية، والمفرد القذة. انه كيف هالشعرات الفرشية او اسنان المشط على سوات بعضهم مثل بعضهم، يجري على هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة. طبعا هذا المضمون وردت فيه روايات عديدة. أذكر رواية من كتاب الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه، ورواية من مسند أحمد ابن حنبل، ثم أشير إلى عدة روايات من مجمع الفوائد، مجمع الزوائد للهيثمي. الشيخ الصدوق يقول: يكون في هذه الأمة، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة. يعني منشوف مثلا أنه في امرأة حاربت وصيا، أنه والله الصفراء حاربت وصي النبي موسى، كذلك أنه عائشة أم المؤمنين تحارب عليا عليه السلام، وهكذا. يعني في عنا سنن إلهية اجتماعية، ما شئت فعبر، هذه السنن ستجري. الحديث من مسند أحمد: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. طيب، في مجمع الزوائد أورد عدة روايات بالمضمون، عدة روايات، مش يعني 4 5 تقريبا، إلى أن قال هذا الحديث يقول رواته ثقات عن المستورد ابن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه. يقول رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. إذن
في علم الله عز وجل أنه سيجري على هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن فاطمة بضعة مني، وهي نور عيني وثمرة فؤادي، يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها، وإنها أول من يلحقني من أهل بيتي. التغيير الاستراتيجي أنه مباشرة لم يكن أحد يتوقع أن هذا الأمر يعدل به المسلمون عن أبي الحسن سلام الله عليه، الأشجع الأعلى بالتاريخ إلى آخره، الخصوصيات. الآن إذا أي شخص من الدنيا درس التاريخ الإسلامي يرى أن هناك أمر غير عادي، كانت ماشية الأمور باتجاه لا يمكن أن يحل مشاكل الأمة علما وقضاء إدارة إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا ما اعترف به عمر، لولا علي لهلك عمر. وهذا ما اعترف به أبو بكر، والكل والدنيا إلى الآن كلهم يعترفون بما يدل بوضوح على أن ما حصل كان خلاف الأمر الطبيعي، خلاف السياق. طيب، مباشرة نجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يتصدى، ومشغول بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مشغولين مسألة الخلافة. أبو سفيان شاف إنه شو الأمر العجيب هذا، إجا وقف عند أمير المؤمنين سلام الله عليه: لأملأنها عليهم خيلا ورجلا. قال له الأمير: يا أبا سفيان، طالما بغيت للإسلام شرا، نحن مشغولون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قطع الطريق عليه. خالد ابن سعيد بن العاص أموي، لكن أموي يعني هذا العجيب أنه طلع بني أمية في واحد يمدح، يقف في المسجد النبوي ويتصدى بشكل واضح ويقول: والله لولا طاعتي لإمامي ومولاي لعرفتم أنكم لستم أكثر منا قوة وإن كنا أقل عددا. الأمير عليه السلام يسكته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أمير المؤمنين والزهراء بالصبر. مسموح للزهراء عليه السلام هذه الخطبة في المسجد النبوي دون أن توضح الأمور، تدعو إلى الحرب، تقول هناك انحراف، لكن دون أن تسمي الأمور بأسمائها، لأن الموجة الشيطانية هكذا. الصحابة الأبرار أكثرهم استشهدوا، الوضع اختلف. كان في حركة نفاق بالمدينة في السنة السادسة أو السابعة للهجرة، كانت قد وصلت إلى نصف عدد الجيش تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مؤتة. نصف عدد الجيش كان عدد منافق في المدينة المنورة. كان الوضع حساس، إما أن يبقى الإسلام أو لا يبقى. ومنقول في الرواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لبس لامة حربه فسمع صوت المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن محمدا رسول الله، إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله. فقال للزهراء: إن أردت أن يبقى هذا الصوت لا أخرج، لأن الحرب كان سيمنعهم من الرئاسة، من المتاجرة باسم رسول الله. يعني شاء الله عز وجل أمام الخيارين: إما أن لا يبقى الإسلام أو يبقى بهذا الشكل. فأمر رسول الله أهل البيت أن لا يحاربوا، وإنما يعتمدوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبليغ والدعوة إلى الله والعلم. اتركوا لهم السلطة ليستمر الإسلام، بيظلوا يحكموا باسم الإسلام، بيقولوا نحن مسلمين وأنتم توصلون الإسلام الحقيقي إلى الأجيال. هذا اللي حصل.
إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مأمورا بالصبر. هذا المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية كيف تحدثت عن أمير المؤمنين، كيف تحدثت الزهراء عليه السلام عن أمير المؤمنين. تحدثت في المسجد النبوي من جملة ما ورد في الخطبة: أخ ابن عمي دون رجالكم، تقول عن الرسول أنه أخو أمير المؤمنين. أو تقول عن الرسول: كلما أوقدوا نارا للحرب ونجم قرن للضلال وفغرت فاغرة من المشركين قذف بأخيه في لهواتها ولا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحده مكدودا في ذات الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، وأنتم في بلهنية وادعون آمنون. مع نساء الأنصار قالت: ويحهم أن زعزعوها عن رواسي الرسالة. أمير المؤمنين رواسي الرسالة يعني جبال الرسالة الراسيات، وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط الروح الأمين، والطبين يعني الخبير بأمور الدنيا والدين. ثم تقول: وما الذي نقموا من أبي الحسن عليه السلام؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم إليها وحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا يعني سهلا، إلى آخر النص. أيضا أحد الصحابة اسمه محمود ابن لبيد يقول: رأيت الزهراء عليه السلام على قبر عمها الحمزة تزوره وتبكي، انتظرت إلى أن هدأت فاقتربت منها، سلمت عليها وقلت لها: هل قال رسول الله شيئا حول خلافة علي؟ فقالت: سبحان الله، سرعان ما نسيتم غديركم. قال لها: لا ما نسيت، لكن هل هناك شيء غير هذا؟ فذكرت له إحدى الروايات التي نص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على إمامة أمير المؤمنين. سألها محمود بن لبيد: لماذا لم يطالب بحقه؟ لماذا لم يحارب؟ فقالت الزهراء عليه السلام: مثل الإمام مثل الكعبة، يؤتى ولا يأتي. مثل الكعبة بروح لعند الواحد مش يبتجي لعنده. مثل الإمام مثل الكعبة، يؤتى ولا يأتي. إذن الزهراء عليه السلام واضح أنها كانت تعرف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه مأمور بالصبر، وهذا الذي بلغها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا الأساس خلينا نشوف كيف هالنص هذا ممكن يطلع معنا أنه توبيخ أو تعنيف والعياذ بالله، مع أنه واضح في أنه تفجع لحال أمير المؤمنين. مثلا من التعبير: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. النص هكذا. ثم انكفأت عليها السلام بعد الخطبة بالمسجد النبوي ومرت على قبر الرسول وقرأت أبيات الشعر المعروفة، وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقع رجوعها إليه، يعني بالبيت وهو على أحر من الجمر، إنه الزهراء مأمورة تروح المسجد تخطب، هو هلأ مش مسموح له يحكي. أيمتى سمح له؟ بعد ربع قرن. خطبة الشقشقية بعد 25 سنة، هو كان مأمورا بالصبر. وأمير المؤمنين عليه السلام يتوقع رجوعها إليه ويتطلع طلوعها إليه. فلما استقرت بها الدار قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن أبي طالب. اللي بيعرف علاقة الزهراء عليه السلام بأبو طالب رضوان الله تعالى عليه بيعرف أنه هذه طريقة تفجع. يا ابن أبي طالب، اشتملت شملة الجنين. كيف الجنين بيكون مربط
اشتملت شملة الجنين. طيب هاي العبارة كيف نفهمها أنه تأنيب؟ ليش مش تفجع؟ وقعدت حجرة الظنين، يعني قاعد كأنك متهم. كيف المتهم بيكون مخبي حاله؟ متخبي، يعني عم تتفجع. يا لغربتك يا علي، يا لغربة الإسلام لغربتك يا علي. بدل ما نقراها تعزية ونتفجع ونقول أنه كانت تعنف عليا بهذا. نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. يا أبا الحسن، أنت ما تركت فارسا من فرسانهم وأكبر عتاتهم إلا وجندلته، قتلته. هذا الأجدل الصقر، يعني أنت الصقر قدرت له، فهلأ عم يقدر لك هذا الطير اللي ما إله مخالب الأعزل، يعني عمرو بن ود مدري مين، كلهم هولي أبدتهم وفقك الله عز وجل لقتلهم. هلا هولي عم يتطاولوا عليك. تفجع، مش انه لماذا لم تطالب بحقي. طيب ما هو مأمور بالصبر وهي تعلم، بدليل انها مدحته هذا المدح في الخطبة قبل قليل في المسجد النبوي، عندما رجعت الى البيت قالت هذا الكلام. نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي، حتى حبستني قيلة، يعني الأنصار، نصرها، والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا دافع ولا مانع. خرجت كاظمة، يعني خرجت أنا أكظم غيظي، وعدت راغمة. أضرعت خدك يوم أضعت حدك. هذا مثل يقال، مش عم تقول له انه انت اضيعت حدك. انا عم تحكي عن نفسها. اول شيء خرجت كاظمة وعدت راغمة، يعني نحن بمجرد ان قررنا ان لا نواجه النتيجة معروفة. وافترست الذئاب وافترشت التراب، ثم تقول ما كففت قائلا. مين اللي قالنا ما كففت؟ ليش مش ما كففت؟ بعدها عم تحكي خرجت كاظمة وعدت راغمة، ذكرت مثالين. مثال الأول أضرعت خدك يوم أضعت حدك، افترست الذئاب وافترشت التراب، ثم رجعت إلى الكلام عنها ما كففت قائلا. تتفجع للأمير، أنا ما استطعت أن أعينك بشيء، ما استطعت أن أدفع عنك هذا الضيم بشيء. ولا أغنيت طائلا ولا خيار لي، ليتني مت قبل هنيئتي ودون ذلتي. عذيري الله منه عاديا ومنك حاميا. عذيري من اللي ظلمها عاديا، ومنك يا أبا الحسن حاميا. هون في تفسيرين. عذيري بقرينة الكلام اللي قبل، مش انه يعني انت شو هالحامي اللي عم يحميني، لا، انا ما هذا الحامي، انا ما استطعت ان افعل لك شيئا. لانه لفظ قاضي وحامي واسم الفعل يطلق على المؤنث والمذكر. بنقول النائب فلان والنائب فلانة، القاضي فلان، الحامي هيك. عذيري منك حامية، على الأقل عندما يرد الاحتمال يبطل الاستدلال الآخر. ثم ملاحظة السياق توصلنا إلى هنا. ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب، مات العمد ووهن العضد، شكواي إلى أبي وعدواي إلى ربي، اللهم إنك أشد منهم قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيلا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا ويل لك بل الويل لشانئك، ثم نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد لك أفضل مما قطع عنك فاحتسب الله. فقالت حسبي الله وأمسكت.
اللهم من علينا بما أنت أهله، اجعلنا محمديين حقا، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. وفقنا لحسن الاقتداء، إنك ولي الإحسان والنعم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين.